طب هنا في سؤال يستدعي طرحه بعد اللي حضرتك قلته ده. ايه مصلحه، خلينا نمسك حاجه محدده كده بدون كلام عام، يعني ايه مصلحه الاعلام انه يشوه حزب النور؟ برضو انا مش هقع في غلطته اللي هي التعميم، لا فاقول بعض من يفعل ذلك. من يفعل ذلك كتير. خليني اخد مثال واقعي. احنا ايام مثلا انتخابات الرئاسه، ازاي يبقى اعلامي الصبح في اول يوم بيقول ما فيش غير حزب النور اللي شغال على الارض، وتاني يوم يقول هو فين حزب النور؟ ازاي ده؟ بالفيديوهات. وتالت يوم يقول لحزب النور لا انت كنت موجود بس ابطلت الاصوات، طب ما تختار واحده. انا ما قلتلكش في اول يوم امدحني، لان ده مش صح على فكره. لو انت مدحتني يبقى انا ما ازعلش بعد كده لما قناه تانية تمسك حزب الوفد مثلا وكلهم زمايل ولا المصريين الاحرار ولا غيره وتمدحه، وده مش صح. المفروض ان حضرتك بتنقل الحقيقه زي ما هي وتسيب المشاهد هو اللي يحكم، او حضرتك بتجيب الخبراء والنقاد اللي واحد قصاد الثاني وكل واحد يقول رايه من وجهه نظر الناس دي اشتغلت، واحد ثاني يقول لا الناس دي بتتظاهر ما بتشتغلش، ده اي كلام اللي بيعملوه. انا مشكلتي مش في ان الاعلام ينتقدني، بالعكس. لو ما انتقدنيش اي انسان في الدنيا، لو لم ينتقد سواء في سلطه او في معارضه. استاذ نادر ما تفسحنيش. انا ما بفسحكش، انا معاك على نفس البلاتو. انا سالتك سؤال محدد، ما ايه مصلحته؟ انا بقول لك ما قلتلكش ايه هي الممارسات اللي مضايقاك. انا بقول لك هذه الممارسات من وجهه نظرك انت بتقول انه خلوا بيننا وبين الناس. صح، الله على خلوا بيننا وبين الناس دي جميله جدا. وخدوها في حته كده شعار بس الملكيه الفكريه ليه. فحزب النور نفسه كده يقول للاعلام وللسلطه خلوا بيننا وبين الناس دون وسطاء ودون موجهين على الراي العام. فحضرتك بتقول ان هذا التوجيه وجزء منه اداء اعلامي. مش عايز اعرف ملامحه، عايز اعرف سببه. لا سببه نسالهم، يعني يلا بينا احنا نعمل السيرفي. يعني انا كاعلامي هدفي ايه او مصلحتي ايه؟ ان انا اقصي حزب النور من المشهد، فبالتالي اشوهه والبسه كل الاخطاء والمصايب عشان اطلعه بره. ايه مصلحتي كاعلامي؟ اقول لحضرتك في اعلامي هو من البدايه زي ما ذكرت اسم كده مش حابب الاتجاه. ماشي. فيعمل ايه؟ ده ايديولوجيا. ده ايديولوجيا. فيعمل ايه؟ طيب انا ما قلتلكش اطلع ضيف عندك، بس على الاقل خلي يبقى في خصومه شريفه. يوم لما انت بتشتمني يا تقول انتقاد موضوعي ارد فيه، يا اما ما ينفعش. اصل الشتيمه دي الرد عليها ايه؟ الرد عليها ان انا اسكت. تمام. في اعلامي اخر ممكن يكون اللي يقف وراه مش فكر ولا ايديولوجيه، يكون موجه مالي مثلا. موجه مالي بمعنى الازمه الكبيره اللي عندنا في حته المال الخاص اللي ورا القنوات. في رجل اعمال معين مثلا ما بيطيقش حزب النور، ما بيطيقش الاتجاه الاسلامي ده كله، وعنده قناه. الطبيعي دي بتوجهها ايه؟ ده الطبيعي. الاستثنائي ان يبقى في حد محترم في هذه القناه مثلا حيادي، وانه يضغط عليه ولا يقبل هذا الضغط. ده انا اضرب لحضرتك مثال برضو من غير ما اوقعك مع حد، ما تقلقش. في قناه شهيره كانت عايزه تطلع برنامج شهير من كام يوم كده واتحصل عليه ضجه، له برنامج الراقصه. قبل ما يطلع دار الافتاء ده جاي لي انا مخصوص، والازهر جاي لي انا هنا. لا عشان انا سمعتك انت قلت ايه، ومش يعني في ده بس سمعتك يعني في الفيلم. لا ادعي الفضل يعني، بس الحقيقه لا انا سمعتك. انا اللي وقفت البرنامج ده الحمد لله. طب الحمد لله. الحمد لله. ليه بقى احنا نتهاجم؟ طب ما تهاجموا تامر امين. ليه؟ ما هو ده انا بقول لحضرتك لما يبقى القناه دي اللي هي القاهره والناس وعلى فكره الكلام ده ملوش علاقه بذم في القناه، احنا بنتكلم على هذا البرنامج. انا من حقي ان انا انتقد، انا كمشاهد. طبعا. دلوقتي انتوا يا قناه قلتوا ان انتوا هتعملوا برنامج، طلع دار الافتاء هجمتكم ببيان، دار الافتاء اللي هي المؤسسه، والازهر نفس الامر، والاعلاميين الشرفاء زي حضرتك لهم حق الانتقاد. لما لقيتوا الموجه شديده جدا عليكم فقلتوا احنا هنراجع موقفنا، وقلتوا عشان الناس اللي سقطت شهداء والكلام ده. انا ما بخشش في النيات، بس انا مش مقتنع بالمبرر ده يعني. مش مهم، بس على فكره في النهايه انا مستحسن الموقف ان انتوا وقفتوه. طبعا انا زي ما انا متفق معاك، ماليش دعوه بالنيه. المهم توقف. انا كان ممكن يبقى في عنده يكمل. صحيح. انا ده كده بالنسبه لي كمشاهد متلقي، خلاص انت اعلنت عن برنامج لقيت فيه ضغوط معينه او من نفسك انت وقفته. ليه انت بعد كده تعمل برنامجين 3 بمقالين 3 تعملهم فقرات صوتيه تقول الراقصه التي شغلت السلفيين وده حزب النور عمل وسوى؟ هات لي كلمه واحده احنا قلناها في هذا الباب. مش خوف، مش ان احنا خوفنا احنا ننتقد، لا بالعكس، احنا انتقدنا كتير. بس هنا انت كاعلام يوم لما الافتاء، لا بس هنا خليني بقى يعني مش هدافع عنكم ولا هدافع عنهم، بس هي هنا مش اغراض في تشويهكم بقدر هي محاوله للخروج من المأزق. طبعا على حساب بقى مين اللي جه في وشي. ايوه على حساب هنا مفيش استهداف. على حساب اللي انا لازم ادوس عليه. انا بجيب لك من الاخر اهو. هنا مفيش استهداف، يعني انت اللي جيت في وشي، عارف بالبلدي كده.
انا دلوقتي مزنوق وظهري للحيطه، انت اللي انا هقدر، وعايز اقول ان انا وقفت البرنامج، بس في نفس الوقت مش عايز اطلع نفسي غلطان واقول ان انا كنت عامل حاجه غلط. فلازم المتشددين بقى المتطرفين فلا في قرصه وبتاع من الايه، شايلها شايلها معلش دي تمشي. لا انا بشرح لك على فكره، انا مش زعلان، انا كنت بقلب في الحاجات دي، انا بضحك كويس ان انا بضحك من دوافع السلوك. حضرتك بتقول لي ليه والمصلحه ليه دوافع السلوك، او منها ناس على طول الخط مش قابلني. تمام. انا ما بقولوش يا عم اقبلني، ما فوكس نيوز مثلا، انا لو عايز حد يشتم في اوباما ولا عايز حد يتكلم معاه هفتح فوكس نيوز، هبقى انا كده بتفرج على ناس بتقطع في اوباما وبتقطع في الحزب بتاعه، بس في قنوات تانية اللي بتعدل الكفه. مظبوط. لكن انا لما الاقي قناه من الاول للاخر واخداني انا ان انا فيها العبر وفيها كل الشرور، طب اديني انا فرصه حتى ان انا اوضح، ان انا اعبر عن نفسي.